لا حلوه دي، تتعمل حالا دي. سوسته طماطم تاني بقى، الفلفل، فصين توم، ويا ريت بقى لو تقشرهم في السريع. طب بقول لك ايه، طبقه ملا، ها ودي لي بقى المكرونه وزيت الحاجات دي في المطبخ، انا جايه. جاهزين لتجربه النهارده؟ يلا قولوا معايا كده، هبهركم. بصراحه عجبتني الوصفه دي، حاساها سريعه وخفيفه، تنفع في اي وقت، وفي نفس الوقت مكوناتها مش كتير، فيها خضار ومغذيه. بصوا تعالوا نجرب ونشوف بقى هتطلع معانا ايه المره دي. الناس بقى اللي بتقولي كنت اقولي مكونات علشان ما بتكونش واضحه معانا: بصلايه صغيره، لو في فلفل الوان زي ما قالت الشيف ناديه اوكي، مفيش بنستخدم فلفل اخضر، طماطميتين صغيرين، فصين توم، ومعلقتين صلصه، ومرقايه، وزيت وميه، وطبعا البهارات اللي هنحطها في الوصفه. انا شفتها كوبايه مكرونه، ولكن انا هزود المقدار شويه عشان يكفي تيتا وماما ويوسف وكده، وابشركم بتجربه ان شاء الله ناجحه. واهم من الشغل ظبط الشغل، زي ما شفتوا معايا في الوصفه ان هي